السلام عليكم ورحمة الله. ازيك حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن حال. بتوحشوني من الفيديو للتاني. النهاردة هنعمل مع بعضينا جاتوه شوكولاتة، طريقة سهلة بسيطة زي اللي بنجيبه من المحلات بإذن الله، واحسن مقادير بسيطة موجودة في كل بيت. يلا نبدأ بسم الله ونقول معانا ايه في المقادير. انا معايا هنا نص كوباية زيت، 3 بيضات، كوباية سكر بودر، كوباية سكر حبيبات، معايا هنا معلقة خل عشان ريحة زفرة البيض، ونص كوباية مية، معايا كيس بيكنج باودر شيف، وكيسين فانيليا. هحط ال3 بيضات في العجان، نص كوباية الزيت. طريقة سهلة بسيطة. راح يعلك كوباية سكر حبيبات، واللي عاوز يقلل السكر يقلله. انا معايا هنا كوبايتين دقيق من المج ده. انا هضيف كوبايتين الدقيق في العجان مع البيض مع كوباية السكر مع نص كوباية الزيت. هضيف كيس بيكنج باودر شيف، هضيف 2 باكت فانيليا عشان ريحة زفارة البيض. بخلط المكونات كلها مع بعض. حطيت كيس والكيس التاني. هضيف معلقة محسن جيلي صغيرة مليانة. هقلب المكونات كلها مع بعض، ساعد العجين عشان يدور. انا كنت عامله قبل كده معاكم جاتو فانيليا. النهارده نعمل مع بعضينا جاتو شوكولاته. هضيف نص كوبايه الميه، اقلب بردك ضمن بمناسبه راس السنه الجديده سنه 2024. هشغل العجان. عارفين الحاجه بره غاليه ازاي، مش نعملها حاجه في ايدينا مش هتكلفنا كتير زي ما احنا بنجيب الحاجه من بره بالغلا. ده وده هنا بردك ورقه الزبده. انا بحط الخليط بتاعنا في الصاج زي ما حضراتكم كده شايفين. احطه دخله الفرن على حرارة 160، ياخد من 10 دقايق ربع ساعة. انا دلوقتي بقلب الخليط بتاعنا في الصاج واسويه عشان الجاتو بتاعنا يطلع مظبوط يبقى متساوي. الجاتو دي طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، متناول الجميع. عارفين طبعا لما تروح تجيبوا حتة الجاتو من عند اي حد بتاع حلويات، فتجيبوا القطعة بقيمة، اكيد القطعة وصلت 20 جنيه. انا دلوقتي هسيب الخليط بتاعنا في الصاج زي ما انتوا كده حضراتكم شايفين معايا، عشان الصاج بتاعنا يبقى متساوي. لما يستوي يبقى متساوي زي كله حته واحده زي بعض. بفرده زي ما انتوا شايفين كده. انا خلاص سويت في الصاج بتاعنا الخليط بتاعنا، ندخله على الحرارة. بدل كريم شانتيه موس شوكولاته، معايا هنا كوبايه موس شوكولاته، نص كوبايه سكر بودر، كوبايه ميه ساقعه. حط الميه بتدريج، لازم يكون فيها حبيبات تلج. انا خلاص طلعت الجاتوه بتاعنا من الفرن، قطعته نصين زي ما حضراتكم كده شايفين. ضربت موس الشوكولاته، اوزع موس الشوكولاته
موس الشوكولاته ما بيبقاش تخين قوي زي الكريم الشانتيه. موس الشوكولاته كده على الجاتو بتاعنا طريقته سهله وبسيطه مش مكلفه خالص. شوفوا انتوا لما تروحوا تشتروا دستة الجاتو من عند اي حلواني هجيبوها بكام؟ كلها ايام سنة جديدة تهل علينا، يعملوها بمناسبة السنة الجديدة، بدل ما تروحوا تشتروا من بره جاتوه تورت. خلاص وزعت موس الشوكولاتة، احط الطبقة التانية زي ما حضراتكم كده شايفين. اجيب بردك موس الشوكولاتة كده على الوش، انا خلاص بوزع الموس الشوكولاتة بتاعنا على الطبقة اللي فوق اخر طبقة زي ما حضراتكم كده شايفين. موس الشوكولاتة ما بيبقاش تخين قوي تقيل زي الكريم. خلاص طلعت الجاتو بتاعنا من الفرن، دخلت الفريزر بقيت متماسك. بسوي الجاتو بتاعنا زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. سويته من الجناب، بسويه من طول كده زي ما حضراتكم كده شايفين. القطعة اللي بتطلع ديت ما بتترميش بردك، اعملي منها كومبوت. وعندك اطفال بردك بياكلوها زي ما حضراتكم كده شايفين، ولاد بنتي بياكلوها بموس الشوكولاته. استكفيت بموس الشوكولاته. كنت عاوزه اشتري شوكولاته خام ملقتش، دورت من دلوقتي. هقطع الجاتو بتاعنا عشان متبقاش القطعه عريضه، متبقاش طويله قوي، تبقى طولها معقول. جيت اقطعه لقيت الجاتو بتاعنا هتبقى قطعه طويله، فباخد بالطول من الطول عشان قطعه الجاتو تبقى قصيره شويه، متبقاش طويله قوي. دلوقتي بمسح المنشار بتاعنا عشان لما بقطع الجاتو يبقى مظبوط. بس بحاول برضك اسوي من الجنب كده. شايفين انا مش عاوزه قطعه الجاتو بتاعنا تبقى طويله قوي، تبقى طولها مظبوط معقول. حاجه جاتو بطريقه سهله بسيطه مش مكلف والله. متنسوش بقى في الاشتراك في القناه واللايك والشير عشان عندي مشاهدات وعارفه القناه اب والله، واليوتيوب مسيبني في حالي. دلوقتي اهي قطعه الجاتو لسه قطعت اول قطعه. حاجه بسيطه والله مش مكلف خالص. قطع قطعه الجاتو التانية وامسح بردك المنشر بتاعنا تحت قطعه الجاتو التانية زي ما انتوا حضراتكم كده شايفين. شايفين اللي هو الجاتو، قطعة الجاتو عاملة زي بسم الله ما شاء الله، قطعة متغذية.
طلع معايا 6 قطع. كوبايتين دقيق، عملنا نص دست الجاتوه بمنتهى الجمال زي ما حضراتكم كده شايفين. قطعة تفتح النفس والله، والله قطعة منظرها تفتح النفس. طبعا لما بتجيبوا قطعة الجاتوه من بره مش هتقولوا اه العلو ده، ومش هتلاقوا العلو ده خالص، مش هتلاقوا الارتفاع ده خالص. شايفين كده؟ خلاص قطعت ال6 قطع جاتوه، نص دست الجاتوه، كوبايتين دقيق، عملنا نص دست الجاتوه. والله بلاش حاجة كده فاخر من الآخر. بتاعنا هزوقه واعمل له زيتات على كل قطعة زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. ديت برضه من الشوكولاتة اللي انا بعمل بيها، ديت من الشوكولاتة، مش كريم شانتيه، لا من الشوكولاتة. هنضيف حواليه كده. معايا هنا فراولة، احط في كل قطعة جاتوه فراولاية عشان تدي منظر لقطعة الجاتوه بتاعنا. احمر مع البني مع الشوكولاتة خطير، فتح الدنيا. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ايه رأيكم في منظر الجاتوه؟ باسمكم مش منظر يفتح النفس؟ حاجة كده فاخر من الآخر، ولا الأجدع حلواني. ايه رأيكم في المنظر التحفة ده؟